السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجو ساقعة وساقعة جامد جدا. يلا بقى نعمل حاجة تدفينا. فتشي كده في تلاجتك في درج المطبخ هتلاقي انا عندي شوية مكرونة اقلام زي ما انتوا شايفين، وعلى شوية مكرونة سباجيتي. ده الموجود عندي. هعمل منه صينية حلوة جميلة قوي هتدفينا وهتشبعنا. دلوقتي كسرتها وحطيت المية تغلي سلقتها. انا سلقتها بس سبت فيها تكاية صغيرة في الاخر كده، يعني مستوية بس مش مستوية قوي يعني. معايا كمان 3 كوبايات من اللبن، ممكن تزودي كمان كوباية مية لو لو الكمية عندك كبيرة. وحطيت معلقة من الدقيق، معلقة واحدة، عندك نشا حطي، بس الدقيق بيخليها كريم، بيخليها كريمية خالص. وظرف فانيليا وشوية بيكنج باودر صغيرين خالص بيخلوها خفيفة. البودر بيخلي أي حاجة خفيفة كده ومش مكتمة. حوالي ربع معلقة أو على طرف معلقة شوية زي ما انتوا شايفين كده. عندك بقى كمان معلقة من جوز الهند، زبيب، فول سوداني. بصي المكسرات اللي عندك دي معلقة كبيرة من جوز الهند. دوري كده هتلاقي ان شاء الله كده. احنا كمصريات بتلاقي كده مستخبي في التلاجة في درج المطبخ هتلاقي. انا زي ما انتوا شايفين كده سلقتها. وبعدين اللبن مش كامل الدسم فحطيت فيه معلقة سمنة يا معلقة زبدة. جبت بقى صينية على قد الكمية اللي عندي ونزلت بقى في اللبن. عايزة تطعمي وعندك إمكانيات بقى جبنة كريمي، شوية زبيب. أنا حطيت زبيب، عندك انت مكسرات أحسن وأكتر براحتك. ممكن تحطي معلقة كريم شانتيه في قلب اللبن، طعميه زي ما انت عايزة. بس احنا على قد الإمكانيات اللي عندنا عملنا صينية قضت الكل كفت يعني. وكلتنا كنا قاعدين دافيانين. انتوا عارفين الشتا عايز طاقة، والطاقة بتيجي من الأكل. لا تقولوا لي دايت ولا تقولوا لي رجيم. اقول لك اجري، اجري فين اجري فين؟ احنا رجلنا بتوجعنا، ما عدناش قادرين نقف في المطبخ اصلا. زي ما انتوا شايفين كده عندك بقى. ممكن معلقه زبده تحطها على الوش كده، او معلقه سمنه او قشطه. الصينيه طلعت معايا زي الفل زي الفل اهي. هي مش محروقه، هي زي ما انتوا شايفين حمراء، حمار وحلاوه يعني. طبعا ممكن تنفع بنوع مكرونة واحد، انا عشان ما كانش عندي حطيت الموجود. وبقت مكرونة زي الفل زي ما انتوا شايفين. يا ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك وتطلع الحلو. انا غطيتها، انا حطيت عليها كيس تلاجة زي ما انتوا شايفين، عشان انا عايزاها تبقى يعني طرية، تكرمش من فوق كده وتبقى طرية ما تنشفش. طبعا هي ما قعدتش 5 دقايق، انتوا شايفين البخار طالع منها اهو. وبعد كده رحت مقطعاها واكلين منها. وكانت دافى وكان يوم جميل وانت قاعدة كده وتتفرجي على التلفزيون. يعني هتسلي نفسك وانت قاعدة. انتوا عارفين ان اللمة برضو مش الاكل بس، لما يكون في لمة انت وولادك قاعدين وجوزك وكلكم قاعدين كده بتحسوا بالدفء. ربنا ما يحرمنا من بعض يا رب. ويصلح حال عباده في كل مكان يا رب. ربنا يصلح حال المستضعفين في كل مكان. واخواتنا في غزة ربنا يا رب يقويهم وينصرهم ويحفظهم، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده عايزينها بقى الخلطة بخرطتها سيبوها تبرد. لكن خرطة مين؟ شايفينها هي كده جوسي وفيها اللبن. لا احنا مش عايزينها تبرد. بالمعلقة بقى كده يا جميل. وكل انت انا بحبها كده. انا حتى المكرونة البشاميل بحب اجيبها كده، ما بحبهاش خلطة بخرطتها يعني. زي ما انتوا شايفين وهي سخنة. وهي سخنة الزبيبة بقى فيها جميلة كده وشوية جوز الهند. ريحتها جميلة، وزي ما انتوا شايفين حاجة بسيطة وجميلة عملناها. ودفينا نفسنا ودفينا الولاد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم وتعملوا الحلو كله لولادكم. اذا وصلتوا لغايه كده ما تنسوش بقى ان شاء الله لايك كده واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اتمنى الفيديو ينال رضاكم. استودعكم رعايه الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.